سلام السلام، نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير وبخير وفي صحة جيدة يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة. اليوم جيت نحضر معكم عشاء أو غداء خفيف ظريف كيجي لذيذ بزاف. الدجاج مبخر مع الخضر صحي وبنين بنين كيجي بواحد الطريقة اللي سهلة وبسيطة، مرافق مع المقارونية حتى هي كتجي غزالة. سلطة ديال المقارونية كتجي لذيذة بزاف بطريقة سهلة وبسيطة ومتميزة. غداء اللي صحي ولذيذ بزاف. هنا كنحتاجو واحد الكمية ديال الدجاج اللي كنكونو غسلناه مزيان ورقدناه بالملحة والحامض. كنرقدوه ليلة قبل. هنا ضفت الخرقوم، ضفت سكينجبير، ضفت الابزار، الملحة. بالنسبة للملحة، الدجاج اللي كيكون مبخر كنضيفوا له الملحة بزايد، لحقاش الملحة كتهبط كامله في الماء. دائما ضيفوا الملحة بزايد. ضفت الملحة، ضفت نص حامضة مصيرة مقطعة طريفات، ضفت المعدنوس، ضفت واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة، وضفت واحد 4 الفصوص ديال الثومه محكوكين. نسيتهم في الاول حتى الاخر عاد ضفتهم. ضفت واحد نص كاس ديال الزيت الزيتون او زيت المائده. ضفت معلقه صغيره ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه اللي كياكل الحار، اللي ما كياكلش الحار ما يضيفش الهريسه. كما قلت لكم ضفت لي بزار، سكينجبير، الخرقوم، الملحه، الحامض مصير، واحد 4 الفصوص ديال الثومه محكوكين. وكنشرملو الدجاج ديالنا مزيان مزيان. هاد العمليه هادي الا كنتو غتبخروا الدجاج ديالكم للغدا، من الاحسن شرملوه في العشيه وفي الصباح كتنوضوا كديروه يتبخر، او الا كنتو غتحضروه للعشاء شرملو الدجاج ديالكم من قبل باش كيجي شارب العطريه وكيجي لذيذ. هنا كندير الدجاج كنديرو لتحت، وضفت البصله كما شفتوا. هنا غادي نضيف الخضار. ضفت خيزو مقطع هكا دوائر، نتوما غتقطعوا الشكل اللي بغيتو، والبطاطا. هذه هي الخضر اللي ضفت. راه هاد الخضر مع الدجاج كتجي لذيذه بزاف. هنا ضفتها في داك العطريه اللي بقات، ضفتها. وكنزيدوا لها كي لابد لنا الخضره ديالنا مازال خصها العطريه، كنزيدوا لها شويه ديال العطريه وكنزيدوا لها الملحه. وضروري تضيفوا الزيت للدجاج ديالكم باش ما يجيكمش ناشف. ضروري ضيفوا له الزيت للدجاج ديالكم وللخضر باش ما كيجيكمش الدجاج ديالكم ناشف. ملي كيتبخر ما يجيكمش ناشف. هنا انا زدت شويه د الملحه، زدت شويه د الخرقوم، وزدت شويه ديال الابزار، ودرت شويه ديال الزيت، زيت الزيتون او زيت المائده اللي متوفر عندكم. صافي كنشرملو الخضره ديالنا مزيان مزيان وكنستفوها فوق الدجاج ديالنا. يمكن لكم تستفوا خيزو هو التحتاني وعاد تضيفوا البطاطا من الفوق. انا هنا كنت مزروبه، داكشي علاش درت شكل عشوائي. نتوما يمكن لكم تستفوا الخيزو من التحت لحقاش خيزو كياخذ الطياب، وعاد تضيفوا البطاطا من الفوق. صافي كتكون عندنا البرمه كتغلي، وكنضيفوا كنردوا الدجاج ديالنا يتبخر واحد ساعة ونص كيكون واجد. هنا بالنسبة لي بات او المقارونية، ضفت هنا شوية ديال الماء حتى كيغلي، وضفت فيه شوية ديال الزيت والملحة. وصافي كنخليو لي بات ديالنا كيتسلقوا حتى كيتسلقوا واحد 12 دقيقة. صافي كيكونوا طايبين. هنا غادي ندوز نحضر المايونيز اللي غادي نضيف لي بات ديالي. هنا ضفت بيضه مسلوقه، وضفت معلقه كبيره ديال الخل وشويه، وضفت كاس ديال الزيت ما عامرش، واحد 60 مليلتر ديال الزيت او 70 مليلتر ديال زيت الزيتون او زيت المائده، لكم اختيار. ضفت هنا الملحه وشويه ديال الابزار، وصافي كنطحن الخليط ديالي مزيان. هنا ضفت جوج ديال الفرماجات مثلثين او الفرماج ديال الساندويتش، وصافي كنطحن مزيان. انا هنا الخلاط عندي ما كيطحنش مزيان، من الاحسن استعملوا الخلاط اللي كيكون كيطحن مزيان او الميكسور باش كتجيكم المايونيز ديالكم مطحونه مزيان. صافي هنا ضفت شويه ديال المعدنوس، وغادي نزيد شويه ديال الابزار. هاد المقارونيه او لي بات كتجي غزاله، كتجي لذيذه لذيذه بزاف بهاد الطريقه هادي. هنا ضفت شويه ديال الطون،
وصافي. وهذه هي التوابل اللي كنستعملوا للمقارونيه ديالنا، كتجي غزاله بزاف، كتجي لذيذه بهذه الطريقه هذه هكا كمقبله. كنرافقوا بها هكا الاطباق ديالنا، كتجي غزاله وكتجي لذيذه بزاف. غير جربوها على هذه الطريقه هذه. صافي. لي بات ديالنا هي واجده، كتجي لذيذه بزاف. كنرافقوا بها هكا الاطباق ديالنا. صافي. الخضر ديالنا ها هما طابوا، والدجاج ديالنا حتى هو طايب. صافي كنقدموا الطبق ديالنا بالصحه والراحه. طبق صحي لذيذ بزاف، كيجي بنين بنين، صدقوني. غير جربوه على هاد الطريقه هادي، راه كيجي غزال وكيجي بنين بزاف. صافي كنقلبوه هكا في طبق التقديم باش كيجينا داك الدجاج من الفوق والخضر من التحت. كنقلبوه هكايا على هاد الشكل هذا. كيجي غزال، كيجي بنين بنين، ما تشبعوش منه. غير جربوه على هاد الطريقه، كيجي بنين بداك الحامض مصير والهريسه، كيجي غزال بزاف. ضروري تضيفوا الحامض مصير، راه كيعطي اللذه لهاد الخضر ولهاد الدجاج، كيجي بنين بزاف. وكنقدموا الطبق ديالنا بالصحه والراحه. قدموه هكا للغداء او العشاء، كيجي لذيذ بزاف. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة. واللي أول مرة كيزور القناة ديالي ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وحتى لهذا الحين كنقول لكم السلام عليكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.